الأخلاق التي نعيشها الآن. دكتور مجدي، اسمح لي أنا يعني حينما قلت حضرتك لابد من الإنسان أن يتواضع وأن يعود إلى الأرض وطين الأرض وهذه المناعة الجميلة التي يكتسبها الإنسان وأبناء الفلاحين الذين تربوا في الحقل، ونحن عانينا ما عانينا. ولكن سيادة الدكتور اسمح لي، التكنولوجيا الحديثة التي دخلت الآن على هل هذه تؤثر على العقلية، على هذا الكم الذهني؟ للأسف اللي قاعد قدام طول النهار قدام الكمبيوتر، واللي قاعد قدام التلفزيون، واللي ماسك محمول، واللي برج المحمول جنبه، والتلوث اللي في الشوارع، والعربيات اللي كل شويه عاملين ركابه، والاسانسيرات وحاجات، والريموت اللي عنده ريموت للمحمول، وريموت للباب لفتح الباب، ريموت لفتح الحديقه، ريموت للدفايه، وريموت كل حاجه كهرباء. بحيث دلوقتي اليابان عامله طوق تحط على الراس في حوالي 10 ريموتات للبيت، وانا قاعد اعمل كده ما اتحركش. قله الحركه ليها مشاكل كثيره جدا، قله الحركه نقص مناعه وامراض كثيره جدا، والحركه بركه. ومن ضمن الاشياء المهمه برضه تكمله الاستاذ دكتور لطفي دلوقتي، اما من الدرس الثاني اللي انا بعلمه لاولادي انا مهم قوي في اشياء كثيره جدا انا كنت عايز اعملها، فبقول عن طريق اولادي وعن طريق اولادكم احنا ممكن نغير مستقبلنا ازاي. الدرس الثاني بعد التواضع ان هو حب العمل. يبقى انا مش عايز كل شويه قاعد وروح الباب بيرن كل واحد يقول انت افتح الباب وانت افتح الباب وكلكم اجروا افتحوا الباب، لو جريتوا هتمشوا حركه. ادي واحد. نمره اثنين اللي قاعد عمال التليفون مش عايز عامل تليفون لاسلك، حاول تتحرك على قد ما تقدر وانت في مكانك. انا شخصيا او بروح العياده بكشف وانا قاعد، انا شخصيا احب امسح الترابيزه، واتمسحت قبل ما اجي بمسح الترابيزه وبمسح اي حاجه همسكها، زر الكهرباء وزر ما اعرفش ايه، وامسح الباب وامسح الجهاز تاني مره ثانيه. حرك اعضائك وحرك عضلاتك. يبقى العمل، يبقى هنعمل، بس انا عشان انا اسوق في العمل بتاعي، عشان ابقى انا بياع كويس، عشان ابقى انا نجار كويس، عشان ابقى كهربائي كويس، عشان انا دكتور كويس، عشان انا اعلامي كويس، لازم اتعلم. والعلم من المهد للحد واطلبوا العلم ولو في الصين. يبقى الدرس الثالث اللي هتعلمه من الرسول صلى الله عليه وسلم انه كان لا يعلم واصبح كبير العلماء، ان ربنا اداله ملكه العلم او نعمه العلم. يبقى مش هننسى العلم، هنتعلم. ومفيش حد يقول انا معايا شهاده، لا، في واحد غير معاه 3 شهادات 4 شهادات. لا، لن نقتنع بشهاده او شهادتين. اتعلم مدى الحياه من المهد للحد. وابحث يعني ابحث الدراسات بتقول، الدراسات الحديثه بتقول الوقايه من الزهايمر تعتمد نمره واحد على ان هو تنشيط المخ والنشاط الهام الموجود للمخ اللي هو القراءه، خاصه في الكبر. يبقى مش عايز واحد عنده 70 سنه 80 سنه مش هقرا، اقرا، اتعلم قران، احفظ الحديث، اتعلم لغه جديده. اللي عايز يخاف ويمنع نفسه من الزهايمر ان هو ينشط مخه. رياضه العقل هي القراءه، ولا لازم كلنا يعني اذا العلم لا سن له. نعم يمكن ده يستوقفني مع دكتور مجدي، ده يستوقفني الدكتور لطفي. يعني نحن امه يعني تجارها نشروا الاسلام اكثر من علمائها. نعم بأخلاقهم ومعاملتهم وحسن معاملتهم للناس وسلوكياتهم. تمام. بهذا انتشر الإسلام في الشرق والغرب. الإسلام لم ينتشر لا بالسيف ولا بالحروب، وإنما انتشر بالمعاملات الحسنة والقدوة الطيبة والأسوة. هؤلاء هم المسلمون الأوائل، لم يعرفوا غشا ولم يعرفوا كذبا ولم يعرفوا خداعا ولم يعرفوا احتكارا للسلع كما هو في عصرنا الآن ووقتنا الآن، وإذاقة الناس ويلات الحاجة واستغلالهم ليسروا على حساب الناس أو ليبنوا عمارات أو يركبوا أفخم السيارات. هذا لا يرضي الله سبحانه وتعالى، وإنما كانوا علماء عاملين. حينما نقرأ في سيرة العلماء نجد أن هؤلاء العلماء كانوا يعملون ويحترفون مع يعني جديتهم في تحصيل العلم، لأنهم يعلمون أن العلم لا سن له، لا يقف عند 60 ولا 70 ولا ترقيات ولا إحالة المعاش وما إلى ذلك، وإنما العلم من المهد إلى اللحد. يمكن ده برضو يمكن ده برضو يخليني أسأل الدكتور مجدي بدران، يعني كيف نقوم العقول التي يعني جبلت على الشر؟ ازاي انا اقاوم العقل ده؟ انا اعتقد نمره واحد برضه دايما بقولها، نمره واحد اسلمه السلوك. السلوك. جميل. نمره 2 القدوه الصالحه. نمره 3 الاعتراف بالاخطاء والتعلم من الاخرين. ومش معناها اتعلم من الاخرين اتعلم من المدرس بتاعي او الاستاذ بتاعي او رئيسي، لا، ده انا هتعلم من كل حاجه انا بشوفها. انا شخصيا مقتنع انا لما اكون ماشي في الشارع وبقابل قطه، انا بقول اكيد القطه دي ربنا مشاها في حياتي عشان اتعلم منها حاجه، مش عبثا. ومش هنسى ان انا اتعلمت من الغراب ازاي ادفن الانسان، ومش هنسى ان احنا بنتعلم كل يوم. والدرس اللي انا بديه، انا بدي محاضره كل سنه عن النمل
وبدي محاضره على النحل ويستغربوا ايه اللي يخلي الدكتور يتكلم في النمل لا انا هتكلم ونص. انت بتحب الرياضه؟ طيب قول لي، اساله انت ايه بتحب الرياضه؟ اوكي قول لي مين بطل العالم في رفع الاثقال؟ اوكي يقول لك فلان الفلاني. عارف بطل العالم في رفع الاثقال نعم. شال كام كيلو؟ يقول لك النطره الاولانيه قفز الحمل الاولاني نعم. في الرفعه الاولانيه رفع 2.4 من وزنه. طب والثانيه 2.9. يعني ما فيش انسان على كوكب الارض قدر يشيل قد وزنه 3 مرات، ده بطل العالم. نعم. تخيل بقى حضرتك ان انا هقول لك على حيوان قدر يشيل 80 ضعف وزنه. الحيوان ده ايه؟ عاملين له صوره في القران كامله، النمله. نعم. يبقى النمله سورة النمل تفوقت على الانسان نعم. في جميع الارقام المسجله يعني في رفع الاثقال. تعالوا حشرة. حضرتك الانسان سريع بتمشي كام قد ايه؟ بتمشي الانسان بيمشي في الساعه 4.8 كيلو، يعني 4800 متر. طب النمله بتمشي 300 متر في الساعه. كويس؟ يقول لك انا احسب، لا انت مش احسن من النمله، لان انا لو ضغطت حجمك، لو جبت حجمك وضغطته وبقيت زي النمله اصبحت سرعه النمله 16.6 ضعف سرعه الانسان. والخجل بقى ازاي؟ يعني النمله البسيطه اللي احنا بنحتقرها دي، اللي احنا بنشوفها ان احنا بنستصغرها، لا دي اذكى. وهقول لك ازاي دي اذكى واكثر سرعه واكثر قدره على التحمل. تعال بقى ادخل على مستعمره النمل. اي حد فينا بيعيش مع كام؟ بيعيش مع الزوجه والاولاد والجده وما اعرفش ايه. كام واحد في البيت؟ 10 20 30 40. تعال بقى اسره النمل بالمئات الملايين. لا عايشين بيحبوا بعض. وازاي بقى عايشين لما يبقى مثلا في سكر او في حاجه بيروحوا ياخدوها؟ مفيش عداوه. مفيش في عداوه، نظام وفي نظام وفي اهداف محدده، وتعاون وكل واحد عارف وحب. مهنته. في حفاره وفي بناءه وفي شغاله، في بتربي الاطفال وفي ملكه وفي جنود وفي مهندسين. وطرق النمل من جوه الشوارع ولا فيها مطبات ولا فيها حفر ولا فيها تلوث، ونظيفه وفيها تهويه وفيها قاعات للدراسه وقاعات للتدريب وقاعات لحفظ الاغذيه، كل الحاجات دي. وما عندهمش امراض وما عندهمش اوبئه وما عندهمش تمرد وما عندهمش اي نوع من العصيان، ولكن كله عارف الهدف ويحبوا بعض. ممكن كلهم يموتوا في سبيل الاخرين وفي سبيل الهدف بتاعهم هم كلهم مع بعض. نعم. وكمان ربنا عامل لهم نعم كثيره جدا، ان العين بتاعتنا، انا اقول لك انا عندي عين وعندي عدسه، ده هناك الاف العدسات الموجوده في عين النمله. تمام. والنعم بقى كثيره. ما عندهمش امراض برضو. ليه؟ لان رجليهم من ورا بيبقى فيها غده بتطلع مضاد ميكروبات يقتل نعم. الميكروبات اللي تفتك بيها. يعني حاجات كثيره جدا نعم. ممكن نتعلم من النمل. هو يمكن ده ده نعم. القدوه برضو. نعم. تمام. يمكن قل ده انظروا يستلزم. ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. نعم. انظروا ماذا في السماوات والأرض، دعوة إلى النظر وإلى التأمل وإلى نعم. العلم وإلى والتعلم. الأخذ. أيوة التعلم والنظر في ملكوت السماوات والأرض وخلق الله سبحانه وتعالى. نعم. ليستفيد الإنسان وليتعلم